النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب الهندوسيه القديمه. خوتي كنت كنقلب على معلومات على الهندوسيه حتى طاحت عليا المعلومه اللي صدمتني. واحد الكتاب هندوسي قديم كيهضر على نبي غادي يجي من الصحراء عنده لحيه وما كيشربش الشراب، وغادي يجي بدين جديد اللي فيه عباد الله كيغطيو راسهم. ايوا شكون هو هذا النبي؟ وماشي غير هادشي، الهندوسيه فيها امور اللي غريبه لدرجه مستحيل انك تخيلها. اليوم غادي نحفروا في التاريخ ونشوفوا شنو كاين بصح. بقاو معايا حتى الاخر، راه المعلومات اللي غادي تسمعوها اليوم ممكن ان تبدل نظرتكم للعالم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجه جديده. على بركه الله، يلا نبداو. اول حاجه خاصنا نعرفوها هو اصل الديانه الهندوسيه. والهندوسيه كتبدا اكثر من 5000 عام قبل الميلاد، يعني كانت كاينه قبل الاهرامات المصريه وقبل حتى حضارات بلاد الرافدين. ما عندهاش واحد المؤسس رسمي بحال الاسلام والمسيحيه، ولكن هي تجمع ديال المعتقدات والطقوس اللي تراكمات عبر الاف السنين. الكتب المقدسه ديالهم هي الفيدا، وهي اقدم النصوص الهندوسيه مكتوبه بالسنسكريتيه، وكتوصف الكون، الروح والقوانين وحتى الالهه، بحال شي مكتبه عملاقه ديال الدين كل واحد كياخذ منها اللي بغا. الهندوسيه تاثرت بزاف بالحضارات اللي دازت على الهند، بحال الاريين اللي جابوا معتقداتهم معاهم وزادوهم فوق الديانه الاصليه. الهندوسيه كتطور مع الوقت ومع مرور القرون، بداو كيزيدوا الهه وطقوس جديده حتى ولات معقده وبزاف. يعني تخيل معايا، هاد الديانه قديمه وقديمه ومع ذلك باقا مأثره على الهند اليوم بحال شي قانون مقدس. ودابا اجي نقول لكم شنو كيامنوا هاد الهندوس. الديانه الهندوسيه ماشي موحده، كاين بزاف ديال الطوائف والمعتقدات المختلفه، ولكن الاساس ديالها كيدور على 3 ديال المفاهيم اللي هما رئيسيه. اول حاجه عندنا الكارما، وكل عمل كديرو عنده تاثير مباشر على حياتك. يعني دير الخير تلقى الخير، دير الشر غادي يجيك الشر، ولكن بطريقه كونيه اعمق. الكارما عندها علاقه حتى بالاعمال في الحياه السابقه، يعني يمكن تكون تتعاقب على شي حاجه درتيها في حياه قبل هذه. في الهندوسيه حتى الافكار والنيات كتحسب في الكارما، يعني ماشي غير الاعمال. عندهم كذلك التناسخ، يعني كتموت حياتك ما كتساليش، الروح ديالك كترجع تولد في حياه جديده. كاين اللي كيرجع انسان، وكاين اللي كيرجع حيوان، وكاين اللي كيرجع حشره. يعني على حسب الكارما ديالك، الا كنتي زوين غادي تزاد في حياتك زوينه، والا كنتي خايب غادي تزاد في واحد الحياه عامره بالعذاب والمشاكل. تصور تكون كنتي مالك في حياتك السابقه ودابا جاتي نمله ولا بعوضه. عند الهندوس التناسخ كيبقى مستمر حتى توصل لحاله ديال الصفاء الروحي وتخرج من هذه الدوره نهائيا. عندهم كذلك الموكشا. الهدف ديال الهندوسي هو يهرب من هذه الحلقه ديال الولاده والموت المتكرره، تولد وتموت تولد وتموت. الموكشا هي التحرر النهائي بحال الجنه في الاسلام، ولكن ماشي مكان، هي حاله ديال الصفاء الروحي والوصول للاله الاعلى. الناس اللي كيعيشوا حياه نقيه كيتخلصوا من الرغبات والمتع الدنيويه، كيقدروا يوصلوا لهذا المستوى. الالهه الهندوسيه عندهم اكثر من 33 مليون اله، الله يا رب، ولكن عندهم 3 كبار اللي هما الاساس. عندهم براهما اللي كيعني الخالق، وعندهم فيشنو اللي هو الحافظ، وعندهم شيفا المدمر ولكن كيدمر باش يعاود يبني. بعض الناس كيركزوا على الهه معينه، مثلا كاين اللي كيسجد لراما، وكاين اللي كيتبع كريشنا. كاين قصص واساطير غريبه بزاف على هاد الالهه، بحال الاله اللي عنده 10 ديال الريوس، ولا الاله اللي عنده 6 ديال اليدين. الهندوسيه عندها بزاف ديال الطوائف، وكل منطقه عندها عبادات خاصه بها، يعني بحال نقول شي ماركت ديال الديانات في ديانه واحده. غنهضر لكم على حاجه مهمه، اليوغا اللي هي ماشي رياضه، راه عند الهندوس طريقه روحيه للوصول والاتحاد مع الاله براهما، فيها عده مراحل، منها التامل العميق، ضبط التنفس وتنقيه الروح. وكاينه بعض الانواع الرئيسيه ديال اليوغا. كاينه كارما يوغا اللي هي الخدمه والعمل بدون انتظار مقابل، وكاينه جانانا يوغا البحث على الحقيقه والمعرفه العميقه، وكاينه بهاكتي يوغا اللي هي الحب والتعبد للآلهة، كاينه راجا يوغا اللي هي السيطره على العقل والجسم.
عندهم فكرة أن الجسد مجرد قفص للروح، واليوغا كتحررها تدريجيا. بعض الطوائف الهندوسية كتشوف اليوغا كطريقة للوصول إلى النيرفانا، وهي حالة ديال السلام الروحي المطلق. وكاين تقنيات خطيرة في بعض أنواع اليوغا المتقدمة، بحال كونداليني يوغا اللي كتهدف لإيقاظ الثعبان الروحي اللي كاين في أسفل العمود الفقري. وتخيل معايا اليوغا اللي كنديروها اليوم في الصالات الرياضيه عندها اصول دينيه معمقه عند الهندوس، وكانوا كيديروها باش يتواصلوا مع الالهه. ولا بغيتوني ندير حلقه خاصه على اليوغا كتبوا لي في التعاليق وانا معكم. ندوز على الفرق ما بين الهندوسيه والاسلام. كاينين نقاط مشتركه اللي هي غريبه، بجوجهم كيهضروا على وجود اله واحد في الاصل، ولكن تفرقات المعتقدات عبر التاريخ. مفهوم الجزاء بعد الموت موجود بجوجهم ولكن بطرق مختلفه. عندهم حتى الصيام ولكن بطريقه مختلفه. كاين صيام كيكون بالامتناع على بعض الاكل والشرب، وبعض المرات حتى على الكلام. الاختلافات كبيره. الاسلام كيعتمد على التوحيد، بينما الهندوسيه عندها بزاف ديال الالهه، وكل شخص عنده حريه انه يعبد الالهه اللي بغى. الصلاه عند المسلمين منظمه في اوقات محدده، اما عند الهندوس كل واحد كيعبد بطريقته الخاصه. بعضهم كيدير طقوس في المعابد والبعض الاخر في الديور. في الاسلام كاين القران الكريم كمرجع وحيد، اما الهندوسيه عندها بزاف ديال الكتب المقدسه بحال الفيدا والمهابراتا والرامايانا. في الاسلام ما عندهاش فكره التناسخ، كاين الجنه والنار بعد الحساب، بينما الهندوسيه كتشوف الحياه كسلسله متواصله من الولادات والموتات حتى الوصول للتحرر النهائي اللي هو الموكشا. الهندوسيه والاسلام عندهم بزاف ديال الفروقات، ولكن كاين واحد النقاط تشابه غريبه. اش بان لكم؟ ايوا دابا واش الهندوسيه فيها تشابه مع الاسلام؟ كاين بعض النقاط المشتركه بحال الايمان بوجود قوه عليا تتحكم الكون، مفاهيم الكارما اللي فيها نوع من التشابه مع مفهوم الميزان في الاسلام، البحث عن الصفاء الروحي والوصول الى السعاده المطلقه. ولكن الفرق كيبقى كبير. في الاسلام كاين اله واحد، بينما الهندوسيه فيها ملايين ديال الالهه. في الاسلام ما كاينش تناسخ، وانما هي حياه وحده وكاين الحساب بعد الموت. في الاسلام الجنه والنار كاينين، بينما في الهندوسيه الهدف هو التحرر من الحياه نفسها. الهندوسيه ديانه عريقه ومعقده، وكل منطقه في الهند عندها طريقتها الخاصه في التعبد. ولكن واش بصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في شي نصوص قديمه؟ الهندوس عندهم بزاف ديال الكتب القديمه اللي هي وحده منهم الفيدا، وهاد الفيدا كتنقسم الى 4 ديال الكتب كبار. كاين ريج فيدا، كاين ساما فيدا، كاين باجور فيدا، وكاين اتارفا فيدا. وشي كتب سميتها البوراناس، وهي بحال التاريخ والقصص والروايات الدينيه. وكاين كتاب سميتو بهابيشا بورانا اللي فيه عجب العجاب. شنو مكتوب في هاد بهابيشا بورانا؟ الكتاب هذا فيه بزاف ديال النبوءات، ولكن الجزء اللي كيهمنا هو بهابيشا بورانا الجزء 3 الفصل 3 الآية 5 حتى 27 اللي كيقول غادي يجي واحد النبي من بلاد العرب سميتو محمد، ساكن في مكة، لابس الابيض، ما كيعبدش الاصنام، كيدير الوضوء، كيسجد في الصلاه، كيحرم اكل لحم الخنزير، وكيمنع شراب الخمر، وكيامر بالتوحيد. واش هذا الشيء ماشي هو نبي الاسلام؟ والعجيب كيتكلموا حتى على الصحابه وكيقولوا انهم ناس كيعاونوه وكيجاهدوا معاه وما كيركعوش قدام الاصنام. ودابا شنو مكتوب في اطارفا فيدا؟ فهاد الكتاب كاينه انشوده رقم 20 الايه 127 اللي كيتقال فيها سنحمد الناس بعدي اسمه احمد يكون رحيم صادق محبوب، وكيجي في ركوب على الجبل. اش قلتي؟ الجمل؟ ماشي فيل، ماشي حصان، راه الجمل معروف في بلاد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيركب الجمل، ماشي بحال بوذا ولا كريشنا. وزيد احمد راه حتى في القران جات ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. ندوزو شنو قالوا الشيوخ المسلمين. عندنا ذاكر نايك اللي هو واحد الشيخ معروف كيشرح في هذه المواضيع، قال حرفيا بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تذكرش غير في الانجيل والتوراة، راه حتى في كتب الهندوس وبالاسم والصفات وحتى المدينه ديالو. وكاينين باحثين مسلمين بحال ويداناند
اللي كان هندوسي واسلم، كتب كتاب سميتو مظهر الحق، كيدوي فيه على كل هاد النبوءات وبالدليل وكيقارن بين الديانات. دابا ندوز شنو كيقولوا الشيوخ ديال الهندوس. هنا كيتفرق الكلام. بعض الشيوخ الهندوس المتعصبين كيقولوا لا، راه محمد اللي جاب الاسلام ماشي هو المقصود، راكم كتفسروا النصوص بطريقه خاطئه، وداك محمد اللي في النص مجرد اسم اخر في الهند. ولكن كاينين علماء هندوس معتدلين اللي بداو كيقولوا ممكن تكون نبوءه فعلا، خصوصا وان بهافيشا بورانا كتب قديمه بزاف وفيها بزاف ديال التنبؤات اللي تحققات. وزيدوا كاين شباب هنود تيسلموا بعد ما كيقراو هاد الكتب وكيقولوا لقينا النبي ديال الاسلام في كتبنا، وهذا الشيء خلانا نقتنعوا باللي ان الاسلام راه خاتمه ديال الديانات. دابا السؤال اللي كيتطرح، شنو خاصنا نستافدوا من هذا الشيء؟ والسؤال الكبير هو علاش تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ماشي ديال المسلمين؟ الجواب عند الله، ولكن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني حتى الهندوس جاهم رسول ولا شي وحي وبقات الآثار في كتبهم، ولكن مع الوقت تبدلات وتلخبطات وبقات فيها غير لمحة. ولكن الإسلام جا وكمل الصورة وربط كل شيء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يكون تذكر في كتب الهندوس بالدليل والصفة وحتى الاسم. الشيوخ المسلمين تيامنوا بهذا الشيء، خصوصا الدعاة اللي كيدعيو غير المسلمين. الشيوخ الهندوس مختلفين ولكن النصوص باقية ومكتوبة في كتبهم. اكتبوا لي في الكومنت شنو رايكم، واش كنتوا عارفين هذه المعلومات ولا حاجه من هذا الشيء كانت مفاجاه لكم. ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا الفيديو وتفعلوا الجرس لانه القادم اقوى واغرب. فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه، مع السلامه.